عام خير وسعد سوني اول مره منورينا في تغريده ليلى. تفضل سعد. على رسول الله إلى جا سيدنا محمد. سعد مساء الخير عليك وعشرك مبروكه. الله يبارك فيك علينا وعليكم. مرحبا بالجمهور الكريم، مرحبا بمشاهدين القناه الاولى. كنبارك لكم، كنبارك لهم هذا الشهر المبارك ويدخل علينا بالصحه والعافيه، وحنا والمغاربه كاملين داخل وخارج ارض الوطن. امين يا رب. واللي نوى شي حاجه الله يعطيها ليه. امين يا ربي امين. سعد، انك تكون حاضر في تغريده زوجتك، شنو احساسك اليوم؟ سي ان بو ديفيرون انك دابا انت كتقدمي ورجليا تيلعبوا برا شي شويه. دونك فانا كنشكر برنامج الجغريده الاستضافه ديال الزوجه ورفيقه الدرب تغريده المحبه، تغريده الحب الجميله تجمع نجومنا المغاربه منورينا، وان شاء الله ديما مجموعين مع بعضياتكم. علاش عينيك دمعوا؟ باسكو لسبب بسيط، هو ان الحمد لله ربي عطاني بنت الناس فيها كل شيء، فيها مراتي، اختي، امي، صديقتي. الحمد لله ربي عطاني جوج وليدات، آية ويحيى. تحياتنا لهم. كادو اللي الحمد لله. دونك فوالا سي صا. شكرا لك على هذا الحب الصادق، وجميل ان كل زوج يعبر لزوجته على المحبه. رفيقه الدرب صبوره بزاف. فاطمه انسانه صبوره، انسانه طموحه في نفس الوقت، انسانه اللي كتوريك الطريق الصحيح، كتكون غلط كترجعك للطريق. باسكو انا كنقول هادشي عن تجربه. كيف ما كتعرفي كيكونوا سيناريوهات كيتقترحوا عليا، كنقرا السيناريو كنعطيه فاطمه كنقول لها فوالا قول لي شنو رايك. واحد المره ما سمعتش رايها، ما سمعتش رايها وخرج لي البلان فالصو. دونك من تما خديت قرار ان ما كتسمعش رايك. دونك خديت قرار انه سورتو في العمل وفي الحياه، حياتنا بجوج، ان لان هي علاش كتقولي هادشي باسكو كتبغي انني نكون في الطريق السليم. فوالا سي صح. فاطمه، زوجك اليوم اكتشفنا وجه اخر لسعد سولي، الزوج الرومانسي الحنون المحب. اليوم في تغريدتك تكلمتي على كل ضيوفك كلام جميل وكبرتي بهم، ما عرفتش شنو ممكن تقولي في حق زوجك؟ هو ماشي فقط زوجي، هو سندي في الحياه، هو الاب اللي فقدته هذه سنين، هو الاخ الاكبر اللي ما عنديش. تنحييكم على هذا الواحد بيناتكم. هو حياتي كلها، وهو رجل بكل ما الكلمه من معنى. يعني فيما كنحتاجو كنلقاه، والحمد لله هو ولد الناس ومربي ونعم التربيه. وهذا من خلاله كنبغي نوجه تحيه للوالدين ديالو، الحاج محمد سولي والحاجه زهره. تحياتنا لهم، تحيات كبيره الله يخليكم، اللي حتى هما بحال الوالدين ديالي، وايضا الوالده ديالي اللي هي الوالده ديالو ايضا، لان الوالده ديالي كتجي منه اكثر مني انايا. تجي مني بزاف. هذا هو الجميل دائما ملي كتشوف ان ام الزوج او لا ام الزوجه تجي من راجل بنتها ولا من مرت ولده. هذه حاجه جميله سي نورمال. هذه كنظن انا هذه عندنا في الحمد لله في المجتمع المغربي ديالنا. احنا واحد الشعب اللي ما كيقلبش على المشاكل، سورتو بالنسبه لي كوبل ماريي. فهمتي اش بغيت نقول؟ دونك اي امراه كتبغي تكون بنتها عايشه في هناء ترونكيل. بالنسبه للولد لا ميم شوز. دونك هذا واحد القاعده عندنا في الاسره المغربيه. الحمد لله يعني حبني الله بزوج اللي هو اب اسره واب مسؤول، وتيبغي العائله ديالو، تيبغي لولادو، ويكفي انه يعني كيتخلى على تمثيل يعني فرص كثيره تجي وتتخلى عليها. علاش؟
علاش؟ لان عنده العمل ديالو اللي به يعني فاتح البيت، ديال الأسرة واللي ديالو. به الحمد لله عايشين احنا حياه كريمه. فانا كنبغي نشكره من هذا المنبر ومن تغريدتي اليوم، وتنقول لي بانك راك سندي في الحياه، وانت زوجي، وانت الاب الابناء ديالي، ويا ربي يطول في عمرك. امين وان شاء الله ديما وان شاء مجموعين مع بعضياتكم الله يحقق وفرحانين. لك كل الاشياء اللي كتمنى، لانه هو قلب كبير بزاف وانسان طيب، وتنتمنى له كل الخير ان يا شاء رب. الله. سعد سولي